انفينيت ميج واحدة من أفضل المنهوات اللي بتقدم نظام سحري صلب جدا. هارد ماجيك سيستم، نظام بيرفض مبدأ الحظ أو الاستيقاظ المفاجئ، نظام بيدمج بين الفيزياء والرياضيات وبيخليها الآلية صارمة لممارسة السحر، الآلية اللي بتخلي المعرفة هي المصدر الوحيد والنهائي للقوة. وعشان كده أظن إننا محتاجين نتكلم عن إن ليه منهوة انفينيت ميج هي أفضل ماجيك سيستم في المنهوة الكورية. شبابنا، اخباركم ايه؟ حاسس ان ما غبتش عنكم فتره طويله قوي. هو اوريدي النهارده هو نفس اليوم اللي اتصور فيه فيديو موريم لوجن. انا يا دوبك بس لبست الزعبوط بتاع الهودي عشان يبان ان في تغيير وبتاع، وغيرت الاضاءه برضو الالوان بتاعتها عشان يبان انه ايام مختلفه وكده. بس انا عادي زي لهبل رحت قايل النهارده نفس اليوم عادي جدا. المهم، واحده من اهم الاسباب اللي بتخلي نظام السحر في انفينيت ميج متفوق على اي منهوه تانية هو بمنتهى البساطه جدا دمج العلم مع صياغه التعويذ السحريه. بغض النظر يعني عن انه عالم خيالي، بس المبدا موجود في المنهوه. وكالعاده مش عارف حاسس ليه ان انا لازم كل مره اقول، والمفروض ان انتوا تعرفوا انا لما تلاقوني ببص هنا فانا ببص على الشاشه اللي فيها الوايت بورد اللي احنا بنتحرك فيها. مش عارف، بحس ان انا لازم ادي مبرر عشان ما حدش يقول عليا احول وما ببصش على الكاميرا. بحس بكده، بس المفروض ان انتوا تفهموا يعني ان انا طول ما انا باصص هنا فانا هنا قدام الشاشه بتاعت الوايت بورد. المهم، لو الساحر فاهم المبادئ العلميه لظاهره ما فهو هيقدر انه يعيد انتاج الظاهره دي باستخدام المانا قواصيد. وخلي بالك من المانا قواصيد دي لان هنتكلم عنها قدام. طيب، هل هو بعد ما يفهم المبدا العلمي للشيء ده ويستخدم المانا قواصيد ويعيد انتاجه، هل هيطلقه في العلن كده بدون قيود، بدون شرح، بدون اي حاجه؟ لا طبعا اكيد. وهنا بيجي دور السبيريت زون، النطاق الروحي، المجال الاساسي لممارسه السحر. في الاعمال التانية الموضوع بيبقى بدون حدود، بدون قيود. مارس يا باشا السحر في اي مجال وفي اي نطاق، وقدراتك السحريه كمان تنتشر زي ما انت عايز. هنا الموضوع محكوم بالنطاق الروحي او النطاق الروحي، مش فاكر هي بتتنطق ازاي. المهم، ايه هو النطاق الروحي ده اصلا؟ تقدر تقول كده هو مجال او منطقه معينه بتخرج من جسم الساحر وتغطي مساحه، والمساحه دي بتبقى هي حدود قدره الساحر ده على ممارسه السحر. انت اخرك كساحر هي المنطقه دي، وكفاءة المنطقة دي بتتقدر على حسب حاجتين: المدى وده بالمتر. لنفترض يعني ان انا كفارس مدى النطاق الروحي بتاعي هو 10 متر، فانا اخر قدراتي السحرية وقدرات ادراكي هي ال10 متر دي. اقصى من كده ما اقدرش اعمل اي حاجة سحرية. والحاجة التانية هي الكثافة، ودي بالنسبة المئوية، ودي بتمثل التركيز الذهني للساحر، بمعنى يعني نسبة تركيزه في تخطيط المنطقة دي كلها كام في المية. والنطاق الروحي مش بيبقى ليه شكل واحد، لا هو ليه عدد من الاشكال، وكل شكل ليه استخدام معين. اول شكل هو الشكل الدائري، وده الاساس او البدايه بتاعت كل ساحر، وبيتميز في انه بيخلي عنده وعي وادراك كامل بزاويه 360 درجه. بس مشكلته انه المدى او المسافه بتاعته محدوده جدا. تاني شكل هو الدلتا هيدرون، ويبقى شكل متعدد الاسطح، وبيمنح للساحر دفاع عالي جدا. بس مشكلته انه مجهد جدا ذهنيا عشان تحافظ على الاوجه بتاعه الشكل ده. وتالت شكل هو شكل النجمه، هو شكل هجوم متعدد الاتجاهات عن طريق عدد الروس الكتير جدا لشكل النجمه، وبيستخدم عموما في الهجوم على اهداف متعدده في نفس الوقت. بس مشكلته انه بيستنزف التركيز بشكل كبير جدا. ورابع شكل هو شكل البلس او علامه الزائد، اللي هو الامتداد المتعامد، وده بيضاعف مدى الهجوم في الخطوط المستقيمه. وهو اي نعم موفر في التركيز عن شكل النجمه، بس مشكلته انه بيخلق نقط عمياء واسعه للساحر. كل مكان من الاماكن دي هو عباره عن نقطه عمياء. واخر شكل وهو تقدر تعتبره كده تطوير على الشكل الاساسي، واللي هو الدايره، واللي هو الديفييت. وهو بسيط جدا، هو بيضاعف المدى ل4 اضعاف، بس ده عن طريق نقل السبيريت زون بتاعت الساحر. السبيريت زون دي اللي انا قلت، وده عن طريق نقل السبيريت زون بتاعتك لمكان مختلف، او بتاعت الساحر بتاعتك ايه، وده عشان تعمل هجمات مفاجاه. بس هو بيتطلب حاله ذهنيه مش مستقره، بمعنى يعني انك لازم تبقى في اصعب حالاتك حرفيا عشان تعمله. وغير طبعا انك بتبقى بدون حمايه لانك بتبقى خارج السبيريت زون بتاعتك. وكل ده انا بكلمك بس على مجال اطلاق السحر. شوف الشرح اللي انا بشرح فيه ده كله، ده يا دوبك بس اللي هو مدى وطريقه اطلاقك للسحر. في حاجات تانية بقى كتير، وواحده من الحاجات التانية دي، وواحده من الاليات المثيره بالنسبه لي هنا عموما، هي نظام العد، الكاونتنج. في وقت من المنهوات السحريه بشكل عام بتعتمد الاعتماد الكلي على كميه المانا اللي عند الساحر عشان يقدر يحافظ على سحره او يقوي سحره او يزود المدى والقوه بتاعه سحره. فانفينيت ميج بتعتمد على سرعه معالجه الساحر الذهنيه في العد عشان يوصل لحاله التركيز. بمعنى انك عشان تمارس السحر بدرجات قويه لازم أن تبقى كويس في الرياضيات وقادر تعمل عمليات حسابيه معقده جدا في وقت قليل. والموضوع ده بان تحديدا في المنافسه اللي كانت بين
تشيرون اللي هو بطل المنهوة وايروكي. كل واحد فيهم كان بيستخدم اسلوب مختلف في العد. ايروكي عشان عبقري فذ فكان متفوق جدا في العد، وبالتالي كان متفوق على تشيرون في الاستخدام الفعلي للسحر. اي نعم تشيرون تفوق بعد كده عليه عشان هو البطل طبعا، بس اتقدمت هنا بسبب ان تشيرون كان بيستخدم اسلوب العد اللوغاريتمي، حاجه لها علاقه بالاسات اللي هو اس 3 والكلام ده كله. هو بيستخدمها في العد عشان يعالج المعلومات المحيطه بيه بسرعه اكبر بكتير، عكس ايروكي اللي بيستخدم عد متسلسل خطي، واظن ده مش محتاج شرح يعني مني، اللي هو العد التسلسلي، وكل ده بيتم قياسه بمستوى العلم، بمعنى قدرات الساحر على تحليل المعلومات والمعادلات الرياضيه عقليا في مده من الوقت. كمثال تشيرون قدر انه يوصل لدقه زمنيه قدرها 10000 على الثانيه، وده اخر رقم انا فاكره وتم الاعلان عنه في المنهوة، بس اكيد يعني هو زاد بعد كده، وده اللي بيديله ميزه على السحرة اكتر منه خبره بكتير جدا، لانه قادر عقليا يعمل معادلات كتير جدا في اجزاء من الثانيه، وبالتالي تتيح له انه يتوقع مسار هجماتهم ويتجنبها قبل ما تصيبه. والموضوع مش في توقعات او المهارات بس، لا برضه هو قادر يطور حاجات باستخدام العلم، زي مدفع الفوتون كده بتاع بطل المنهوة تشيرون. الطبيعي في المنهوة دي تحديدا الناس كانت بتستخدم سحر الضوء للاناره او الحراره، بس تشيرون قدر بمعادله علميه انه يخلي للفوتونات دي كتله، وبالتالي تتحول لقذيفه مدمره، وده اللي بيخلي النظام السحري في المنهوات دي عموما هو عباره عن مختبر لابتكار المهارات. وتاني هرجع اقول لك قصه خياليه في عالم خيالي، فاهم ده كله، بس على الاقل المنهوة بتحاول تديلك تفسير علمي للي بيحصل، وبتقدم لي برضه نوعا ما حدود في قوه الشخصيات. وخلي بالك برضه الموضوع مش في السحر بس، لا العالم بتاع المنهوة دي مش صحراء بس، برضه في محاربين كمان، وهنا بيجي دور نظام السكيما المخطط. والمخطط ده بيعتمد على وظائف جسم الانسان المحارب، بيقدر انه يقوي جسمه او يشغله باقصى قدراته او يوصل بيه لمستوى فوق البشر، وكل مخطط ليه مميزات مختلفه. يعني في مخطط بيزود الطاقه والتحمل، مخطط بيزود ردود الافعال، مخطط بيزود القدره على تتبع الاجسام، مخطط بيزود من سرعه الحركه، وهكذا. وزي الصحراء برضه فالمحاربين لازم يبقى عندهم معرفه كبيره جدا بجسم الانسان والاعصاب وخصائص الجسم والتشريح والكلام ده كله. واظن هنا ان انا بعت لك كتير جدا في النظام السحري بتاع المنهوة، محتاج بقى ان ابيع لك القصه شويه. القصه عندنا بتتكلم عن تشيرون، طفل الاه حطاب ومراته اللي ما كانوش بيخلفوا وخدوه وتبنوه. وتشيرون كان طفل محب للقراءه والكتب، بس العالم اللي احنا فيه ده هو عالم طبقي بامتياز، امتلاك الكتب والمعرفه هو حكر على طبقه النبلاء، وبما ان مفيش معرفه وعلم فما فيش سحر. وفيما بعد بتيجي لشيرون وظيفه مؤقته في بيت من بيوت النبلاء، والوظيفه دي كانت احصاء المكتبه وتنظيم المكتبه بتاعتهم والمساعده في نقلها. وهنا يا معلم اتفتح لشيرون كنز من الكتب اللي هيقراها، وفعلا بدأ يقرا فيها، وبسبب موقف ما مع رايان اوجنت ابن العيله النبيله دي بتزيد الصداقه بينهم، الامر اللي ما كانش مقبول للعيله النبيله، ازاي ابنهم يبقى صديق لعمي. المهم يعني في النهايه العيله النبيله دي بتتبنى تشيرون وبتدخله على اكاديميه السحر، وتشيرون يا معلم دخل اكاديميه السحر مع حصيله علميه كبيره جدا، وده اللي كان بيساعده في تعلم السحر. وهنا بيجي لنا اول نقطه تحاول المنهوة تكسرها، الطبقيه في القوه. انت مش لازم تبقى ابن عيله نبيله وقوه الدم العائلي والكلام ده كله، لا خالص. هنا انت كل ما هتقرا وتعرف اكتر كل ما هتبقى اقوى. سلاله دمك ملهاش اي علاقه نهائيا بمستوى القوه اللي هتوصل له. واظن كده انا بعت لك العالم كويس جدا، بس عشان انا تاجر شريف ونزيه تسمح لي اذكر لك بعض من عيوب البيع اللي انا ببيعها لك دي. اتمنى يعني ان انت تسمح لي بكده. بص يا معلم، مع تقدم المنهوة بيبدأ النظام السحري يتحول من الفيزياء والعلم إلى الفلسفة مع عالم المثل، أو بمسماها من ناحية القوة في المنهوة بالوظيفة الخالدة. طيب إيه هو عالم المثل ده؟ بص يا معلم، من وجهة نظرهم العالم المادي ده هو مجرد ظل كده لواقع أعلى وأكمل، واللي هو عالم المثل. والسحرة اللي بيقدروا يوصلوا للوظيفة الخالدة هم اللي بيقدروا يربطوا نفسهم بالمفاهيم بتاعت عالم المثل دي. هو فعليا بيقدر يوصل للكون كله كده، او مفاهيم الكون، بس مش من ناحية قوة مادية او فيزيائية، لا من ناحيه مفاهيم. يعني على سبيل المثال مثلا مثال الزمن، بيقدر الشخص اللي بيوصل للوظيفه الخالده دي انه مش يعمل قوه فيزيائيه تعبر عن الزمن، لا هو بيعمل قوه تتجاوز الواقع نفسه عن الزمن. وهي دي النقطه اللي مش عاجباني الصراحه في المنهوة، حاسسها افورت منهم شويتين ثلاثه من ناحيه موازين القوه اللي انا كنت قايل لك عجباني في الاول. هنا الموضوع ابتدى يبقى اوفر شويه، وبدات تروح اكتر لمفهوم التسامي بتاع عالم الصقل والزراعه. اي نعم الحق يقال برضه هم قدموها هنا مع مخاطر، كل ما المستخدم يوصل
بيوصل لقوة لا نهائية باستخدامها، كل ما روحه بتدوب وبتندمج مع شيء اسمه المعادلة النهائية، وأظن واضح يعني من الاسم إيه هي. وكل ما بيندمج أكتر كل ما بيفقد شعوره بذاته ويختفي في العدم. هي دي المخاطر اللي قدمتها الوظيفة خالدة، بس برضو من وجهة نظري حاسسها أوفر شوية، وتحديدا أكتر في نظام القوة اللي قدمه لي العالم بتاع المنهوة دي. طيب هل هي دي كل عيوب البيعة اللي أنا ببيعها لك؟ لا برضو. خلينا نقول برضو إن في شوية استخدام لعلم زائف في المنهوة من ناحية المسميات. ما أنت برضو يا اسطى ما تسمينيش تقنية معادلة التحرك اللحظي بدل الانتقال الآني مثلا، ده مش هيخليك فيلسوف. أو معادلة اللهب المشتعل وهي في الآخر مجرد كرة نار. شعبون لي الدنيا كده معايا وخلي الدنيا ماشية بالشعبوي، مش كله هيبقى علمي قوي كده. وفي حاجة كمان في البيعة برضو عيب لازم أقول لك عليه، نسبة التركيز لها دور كبير قوي في قوة الشخصية. يعني أوقات شيرون بيبقى كسبان شخصيات أقوياء جدا، أقوياء فشخ بيبيدوا مدن حرفيا، وبعد الأرك ده تلاقيه خسران من شخصيات عادية وإذا كانت تكون أقل من العادية كمان. وهنا هما بيحاولوا يبيعوها من ناحية نسبة التركيز، إن شيرون تركيزه في المعركة دي كان عالي وفي المعركة اللي بعدها قليل وكده. والصراحة يعني البيعة ده أنا مش شاريها. أنت من أول ما هو عمال تقول لي إن الشخصيات دي لازم تبقى متعلمة، وإن العالم ده كله أصلا أنت بنيه عن العلم، وكل دول بقى أذكياء جدا، دول بيعملوا معادلات، فأكيد الشخصيات دي فاهمين أهمية التركيز في السحر. فمش مقبولة نهائيا بالنسبة لي إنه يبقى مركز في معركة ومتهاون في التانية بصراحة. وبس هو ده آخر عيب في البيعة. وفي النهاية انفينيت ميج شئت أم أبيت هو أفضل نظام سحر أو أفضل ماجيك سيستم في منهوة كورية أنا شفته لحد دلوقتي، ومن كل اللي أنا شفتهم مفيش ماجيك سيستم نهائي يقترب ليها شئت أم أبيت. ممكن أغير كلامي ده قدام لما تيجي حاجة أقراها أحسن منها، الله أعلم، عادي. المهم هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مش لازم بقول لك لايك وشير والكلام ده كله، أنت عارف يعني. بس أشوفك الفيديو الجاي، سلام.